يا صباح الخير. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة السادة بأنجح طريقة ممكن تعمليها بيها كنافة زمان كده. ولو الكنافة بتبوظ منك جربيها بالطريقة دي، عمرها ما هتبوظ منك خالص. يلا نبدأ الوصفة ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه. معايا نص كيلو من الكنافة، لازم يكون محطوط في الفريزر قبلها بيوم، تكون مجمدة جدا، وبعدين نضربها في الكبة عشان تدينا النعومة اللي انتي شايفاها دي. لازم تتضرب كويس جدا لغاية ما تبقى ناعمة قوي معانا كده. التركاية دي مهمة جدا عشان الكنافة تتماسك معانا وتبقى جميلة كده واحنا بنقدمها. بعد كده نبدأ نعمل السيرب بتاعها او الشربات او العسل زي ما بتسموه. معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية مية، وهنزل عليهم بعصرة ليمونة. كنافة السادة دي بقى زي أمهاتنا ما كانت بتعملها زمان، من أحلى أنواع الكنافة. هي دي الأصلية، الكنافة الأصلية بتاعتنا. دخلوا بقى عليها أطعمة وحاجات، لكن دي الكنافة الأصلية بتاعتنا الجميلة. بعد كده رفعتها على النار، سبت العسل لمدة 10 دقايق. كان هو كده تقل معانا، نزلت عليه بمعلقة فانيليا صغيرة او كيس فانيليا، وبعد كده اطفي عليه. جبت بقى كوباية سمنة، نص كيلو الكنافة يحتاج كوباية سمنة او زبدة. انا معايا زبدة بقري بس حطيت عليهم معلقتين زبدة بلدي كمان، لان انا بحب الزبدة البلدي بيبقى طعمها حلو. بس هي تتعمل الحلويات بتتعمل بالزبدة البقري او السمنة يا جماعة. سيحت السمنة زي ما انتم شايفين كده. جبت الكنافة، هنزل بقى عليها بكوباية السمنة كلها. معلش الكنافة طبعا هي يعني ايه، يعني سمنة. الكنافة يعني سمنة، ما ينفعش نحط سمنة اقل من كده. هنبدأ بقى نقلب كده زي ما انتم شايفين لغاية ما كل المكونات تختلط مع بعض. الكنافة تشرب من السمنة كويس جدا. معايا معلقتين سكر بودرة، نزلت بيهم معلقتين صغيرين. برضو ادخل كل المكونات مع بعض، السكر يدوب كده في قلب الكنافة. حطيت السكر ليه؟ السكر هيخلي الكنافة متماسكة معانا يا جماعة، ويديها لون حلو كده ووردي. دهنت الصينية بمادة دهنية. بصوا السمنة لازم تكون جامدة مش سايحة عشان الكنافة ما تلزقش مننا زي ما انتم شايفين. وابتديت انزل بالكنافة. هبدأ بقى ايه، ارصها كويس جدا وافردها في الصينية كويس جدا، وانزلها بايديا كده واضغط عليها بايديا لغايه ما تتساوى كلها زي ما انت شايفه. وبعدين صينيه، كوبايه، اي حاجه عندك تبداي بقى ايه تدك الكنافه كده كويس لغايه ما تحس ان هي بقى ايه اتمسكت كويس جدا. بعد كده ندخلها على درجه حراره في الفرن، نكون مولعين الفرن قبليها مسبقا ب5 دقايق، وندخلها على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني لغاية ما تحمر من الجناب، وتلاقيها لمت كده معاكي زي ما انت شايفة كده لقيتها وشها احمر احمر، ما احمرش ولعي عليها الشواية تاخد لون. بعد كده تطلعيها وهقلبها معاكم كده، والوقت الحاسم طبعا اشوف لون الكنافة. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين لونها وردي تحفة جميل قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. وهي سخنة لازم ننزل عليها بالعسل، لازم تشرب عسلها. الكنافة سخنة والعسل بارد يا جماعة، الخطوة دي ما تنسوهاش، التركية دي مهمة جدا. وبعد ما شربت العسل زي ما انتم شايفين كده، مش اكتر من كده، مفيش اسهل من الطريقة دي تعملي بيها الكنافة وتطلع معاكي مظبوطة كده. رشيت رشة فستق كده على الوش، وهنقطعها بقى مع بعض زي ما انتم شايفين. بصوا الخرطة تحفة، احلى كنافة سادة ممكن تاكليها وبانجح طريقة، مش هتبوظ منك خالص. لو انت مبتدئة هتعمليها كويس جدا. عايزة اقول لكم ان هي كريسبي من بره وفي نفس الوقت طرية من جوه، يعني مقرمشة من بره وطرية من جوه، حاجة كده من الاخر. طبعا ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.